الواقع اللي هتكلم عنها النهارده هي واقع حرفيا للكبار فقط بلس 18، يعني ما ينفعش الاطفال تسمعها نهائي. دايما بقول في فيديوهاتي ان هي للكبار فقط، بس ممكن الاطفال تسمعها، لكن الفيديو ده بالذات ما ينفعش تسمعه نهائي، لان الكلام اللي هيتقال فيه صعب جدا وما ينفعش ان انت تسمعه. وقبل اي حاجه كده، ولا هينفع انزل صوره، ولا هينفع اتكلم واقول مثلا اي اسم او اذكر اي اسم من الاسماء اللي هتكلم عنها، ولا ينفع اقول المكان فين بالظبط. بس كل اللي اقدر اقوله لك يا ريت تعمل لايك وشير كتير للفيديو دوت، عشان خاطر الفيديو مهم جدا جدا. ويلا عشان احكي لك بالظبط ايه اللي حصل في اصل الجريمه. حكايتنا بتبدا ان كان في اتنين متجوزين، والاتنين دولت مخلفين بنت عندها 15 سنه. كانت الحياه بينهم معدومه، مش عايزين يكملوا مع بعض، وكانوا عايزين ينفصلوا باي طريقه. لكن كان العائق عندهم هي الطفله اللي عندها 15 سنه. بس خلاص قرروا ان هم لازم ينفصلوا. بس طبعا كان في هنا مشكله، البنت هتعيش مع مين؟ فقرروا في الوقت دوت ان البنت هي اللي تختار. ويا هل ترى اصلا ايه اللي وصل الموضوع لكده، ومين السبب في المشاكل دي؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي. المهم البنت قررت ان هي تروح تعيش مع ابوها، لان طبعا قالت ان الام ممكن تتجوز في يوم من الايام، وطبعا انا مش هينفع اعيش معاها عشان خاطر لو اتجوزت ممكن يكون راجل مش كويس، وانا مش هعرف اعيش مع حد غير بابا. وطبعا ده التفكير الصح. تمام. المهم بعد كده طبعا البنت راحت تعيش